سلام البنات، صحة فطوركم ومرحبا بكم في وصفة جديدة اللي هي وصفة لي دونات بالبولي كريسبي. نخليكم هنا تشوفوا النتيجة النهائية، من بعد نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نبداو أول حاجة بالعجينة. بالنسبة لهذه العجينة هي عجينة قطنية تصلح لجميع المملحات، تقدروا ديروا بها لي برجر، لي كورني، لي سوفلي، يعني تصلح لجميع أنواع المملحات. نبداو هنا في طريقة التحضير. نجيبوا هنا الغيسيبيون تاعنا، نحطوا فيه الفارينة والمكونات الجافة، نحطوا السكر، الملح وخميرة الحلويات، نخلطهم كامل مع بعضهم بهذه الطريقة. من بعد ندير حفرة في الوسط، نحط فيها كمية خميرة الخبز، نحط عليها الحليب باش ندوب هذيك الخميرة، ونجي نحط عليها البيض والزيت، ونخلط كامل هاد المكونات مع بعضهم حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. هنا كما راكم تشوفوا كمية الحليب ما كفاتنيش، فزدت أقل من ربع كاس، يعني حوالي ملعقتين كبار. هنا من بعد ما طمت معي العجينه وتحصلت على عجينه تكون طريه، نجي هنا نحط كميه الزبده على سطح العامل، ونجيب العجينه تاعي ونبدا نعجن فيها. نحاول ندخل هذيك كميه الزبده كامل في العجينه كما راكم تشوفوا. بالنسبه لهاد الملعقه تاع الزبده راح تعطينا هشاشه وخفه للعجينه تاعنا. بهذه الطريقه ندخل مليح كميه الزبده حتى نتحصل على عجينه طريه. من بعد نغطيو العجينه تاعنا ونخليوها تخمر. هنا من بعد ما خمرت العجينه تاعنا نجيو نشكلو الدونات. هنا بالنسبه للوزن تاع الحبه انا كنت درتهم كبار شويه، وزنتهم 50 غرام وجاوني بزاف كبار. بصح نتوما اذا حبيتو ديروهم دي ميني دونات وزنهم 30 غرام، 30 غرام راح يجي حجمهم ملائم. هنا بالنسبة لطريقة التشكيل، نجي هنا بصبعي نحاول ندير الثقب في الوسط، يعني نشكلهم على شكل دونات. بالنسبة هنا للشكل تاع الدونات هذا كي يتخمروا راح يديفورما شوية، فواش ننصحكم ديروا؟ ننصحكم تجيبوا لي مول تاع لي سيجار وتحطوهم في الوسط باش هذاك الثقب ما يتغلقش كي يطيبوا ويخمروا. كما تقدروا تشكلوهم بعدة اشكال كما حبيتوهم نتوما. بالنسبه لطريقه التشكيل تقدروا ديروا كما درت انا هنا، شكلت كريات من بعد شكلت الثقب هذاك بيدي. ولا اللي عندها الطابع الخاص بالدونات واش دير؟ تفتح العجينه تاعها على سمك حوالي 1.5 سنتيم وتقطع بالطابع الخاص بالدونات. هنا من بعد ما شكلت لي دونات تاعي نروحوا لا دوغور. بالنسبه لا دوغور هنا كما والفتوا بيا انا ندير صفار بيضاء مع ملعقه كريمه طازجه، نخلطهم مع بعضهم مليح وندهن بهم الدونات تاعي. من بعد هنا نجي نزينهم من فوق كما حبيتو. عندي بذور الكابويا، عندي بذور الخشخاش، وعندي السينوج والجلجلان. هنا التزيين يبقى اختياري كما تحبوا ديروهم. هنا نديرو حبيبات بالسينوج والجلجلان، حبيبات ببذور الكابويا، وحبيبات ببذور الخشخاش. من بعد ما نكمل نزينهم كامل نخليهم يخمروا شويه وندخلهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه 180 درجه هكذاك حتى يطيبوا ويتحمروا مليح. لازم ياخذوا اون بال دوغور. ونروحوا نحضروا البولي كريسبي. هنا بالنسبه للمقادير نخليهم كما مكتوبين على الشاشه ونروحوا لطريقه التحضير. نجيبو هنا ريسيبيون نحطو فيه كامل المكونات تاعنا، كريم فريش، الماء والخل والتوابل، نخلطوهم مليح. من بعد نحطو الشرائح تاعنا تاع السكالوب. بالنسبه للشرائح تاع السكالوب لازم يكونوا مقطعين رقاق، ما يكونوش بزاف خشان، ونخليوهم يتنقعوا في هذا التتبيله واحد 2 سوايع هكذاك. من بعد نجيو نكملوا باقي المراحل ونقليوهم. نجيو نكملوا باقي المراحل. من بعد ما الدجاج تاعنا تشرب هذيك التتبيله نجي نحيوه بهذه الطريقه. من بعد نروحوا نرمضوه في الفرينه.
شوفوا معايا الطريقه مليح كيفاش نحط السكالوب تاعي في الفرينه بهذا الشكل، نرمضو مليح، من بعد نعاود نرجعو لهذاك الخليط اللي نقعناه فيه ونعاود نرجعو للفرينه. كيما راكم تشوفوا هنايا نعاود نرجع السكالوب تاعي للفرينه ونحاول نضغط عليه بهذا الشكل باش يهز لنا كميه كبيره من الفرينه. من بعد كي نكليوه هذيك الفرينه هي اللي راح تشكل لنا هذاك الكريسبي. من بعد ما كملت رمضت كامل السكالوب تاعي في الفرينه بهذا الشكل، نروحوا نقليوهم. هنا بالنسبه لطريقه القلي نجيبوا مكله نحطوا فيها كميه من الزيت على درجه حراره متوسطه، نستناو الزيت تاعنا يسخن، من بعد نحطوا اطراف الدجاج. كي نحطوهم ما لازمش كامل نحركوهم حتى ياخذوا تحميره، حتى يشدوا رواحهم وياخذوا تحميره. بالنسبه لدرجه الحراره لازم تكون متوسطه، علاش؟ باش يطيب لنا الدجاج هذاك من داخل. لو كان تكون درجه الحراره عاليه راح يتحركوا من برا ومن داخل ما يطيبوش. دونك لازم درجه الحراره تكون متوسطه باش يطيبوا من داخل مليح ومن برا يتقرمشوا. كما راكم تشوفوا هنايا نحطوا الدجاج تاعنا على جهه وما نمسوش فيه كامل حتى يتحمر ونقلبوه ونخليهم ياخذوا اون بال دوغور. هذه هي النتيجه النهائيه اللي نتحصلوا عليها. لازم يتحمروا بهذا الشكل باش يجيو مقرمشين. نحطوهم فوق بابي اسويتو يكثروا، من بعد نروحوا نكملوا. نروح على لاصوص اللي راح نرافقوا بها هاد المملحات اللي هي لاصوص الجيريان. واش نحتاجو هنا؟ عندنا فروماج، عندنا مايونيز، بصل، هريسه، طوماط كونسونطري، شويه فلفل كحل، ملح وشويه فلفل احمر. نخلطوهم كامل مع بعضهم حتى نتحصلوا على اون صوص الجيريان. هنا من بعد ما وجدت الدجاج وطاب الخبز تاعنا ووجدت لاصوص، نروحوا للمونتاج. كما راكم تشوفوا هنايا سمعوا لي الكرمشه تاع الدجاج، وشوفوا لي هنايا الخبز شحال يجي طري. هنا بالنسبه للخبز كما قلت لكم انا ما درتلوش المول تاع السيجار في الوسط، على هذه تغلقت لي هذيك الفتحه. بصح انتم كي طيبوها بالمول تاع السيجار راح تبقى هذيك الفتحه ويجي لكم على شكل دونات. هنا كما راكم تشوفوا الخبز بزاف خفيف، يعني وصفه ناجحه لجميع انواع الخبز. تقدروا ديروا بها بزاف اشكال كيما لي ميني بيتزا، كيما البرجر، كيما لي كورني. يعني اي مملحه حبيتوا تجي فيها عجينه قطنيه استعملوا هاد العجينه. نجي نفتح لكم هنا حابه تشوفوا كيفاش يجي من داخل. شوفوا كيفاش يجي طري وهشيش، ما شاء الله، يعني وصفه مضمونه. نجيبو هنايا الخبز تاعنا، نحطو ملعقه كبيره من لاصوص الجيريان، من بعد نحط شلاضه والطماطيش ونحط البولي كريسبي تاعنا. من بعد نجي نحط الفرomage سلايس، يعني نشكلهم كيما نديرو لي برجر. هنا اللي تحب تزيد ملعقه تاع لاصوص الجيريان تزيدها. بالنسبه لاصوص الجيريان اللي ما يحبوش الحار يقدروا يستغناو على الهريسه. كما راكم تشوفون نحطوا الفرماج تاعنا، من بعد نغلقوا على المملحه تاعنا بهذا الشكل. وهنا كلمسه اضافيه، تحبوا تزينوهم بهذه الطريقه نديروا شريط من البابي كويسون ونغلقوه بالخيط تاع الخيشه، يعني يستعملوه بزاف في المملحات باش يجيو باهين، ولا تحبوا تخليوهم سامبل كما حبيتوا. وهذا هو الشكل النهائي تاع المملحه تاعنا. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم انا درتهم بشكل كبير، انتم اذا حبيتوهم ديميني ديروا وزن 30 غرام راح يجيوكم ديميني. وهذا هو الشكل النهائي تاع لي دوناتس تاعنا. نجي نقسم معكم حابه تشوفوا كيفاش يجيو من داخل. وهنا نكون وصلنا لنهايه الوصفه، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم وتجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.